أنا لمياء. ألو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا يا لمياء. اهلا بحضرتك. ممكن اسال دكتور سيد حاجه؟ اتفضلي. دكتور، انا بقالي 5 سنين متجوزه. انا عندي 32 سنه وجوزي عنده 33 سنه. اول ما رحنا للدكتور فعملنا تحليل بوست اناليسيس، فالدكتور قال انه نسبه الحركه عنده ضعيفه. بعد كده هو ما اقتنعش بالكلام، مهم رحنا لكذا دكتور وكده، فبعدين في الاخر وصلنا ان هو عمل دبلر، فطلع فيه دوالي على الخصيه، وطلع فيه زي ميه صديديه موجوده على الخصيه الشمال والتهاب مزمن على الخصيه اليمين. فدكتور امراض الذكوره رشح لنا ان احنا نعمل الاول عمليه الحقن المجهري. وفعلا رحنا عملناها مرتين. بس لما عملنا التحليل هناك في المركز اللي احنا عملنا فيه لقيت ان نسبه الابنورمال تورنز عنده 100 في التحليل. هم ما لفتوش نظري الموضوع ده، بس انا لما قريته لقيت كده. ولقيت انه اكتر من 71% من الابنورماليتيز موجوده في الهيد. فهو الدكتور اداله دواء واتحسنت بنسبه 4% تقريبا. طبعا. وبعدين لما عملناها اول مره حصل الحمل، لكن الكيس طلع فاضي. المره الثانيه بقى ما حصلش اصلا. فاحنا دلوقتي بنحاول ان احنا نفكر نعمل عمليه دوالي للزوج، ولا نروح نعمل محاوله ثانيه حقن مجهري. علما بان الحمد لله انا كل حاجه عندي سليمه والدوره سليمه والرحم عملت منظارين الحمد لله، الرحم والانابيب كل حاجه سليمه. طيب يعني حضرتك ترجح ان احنا نعمل عمليه الزوج؟ هجاوب على حضرتك. حاضر. هو سؤال مهم جدا. تعمل حقن مجهري تاني ولا تعمل عمليه للزوج؟ يعني هل في تاثير للدوالي على الخصيتين ممكن يؤدي الى تشوه في انتاج الحيوانات المنويه؟ طبعا. الدوالي نسبتها قد ايه وتاثيرها على الخصيتين ازاي؟ يعني في ناس كتير ممكن يكون عندهم دوالي ومخلفين. يعني اذا الخصيه قادره تتحمل درجه الحراره العاليه من الدوالي وتنتج حيوانات منويه معقوله وعندها قدره وجوده انها يحصل معها حمل. في ناس تاثير الدوالي عندهم مختلف عند ناس تانية، او وجود درجه اولى حتى من الدوالي ممكن يؤدي الى مشاكل في انتاج الحيوانات المنويه من الخصيه، على اساس ان الخصيه مش قادره تتحمل درجه الحراره العاليه. ممكن تعمل الدوالي ويبقى خدت فرصتها، وقبل ما نعمل تلقيح مجهري تاني، لان لو الدوالي كانت اثر وسبب اساسي لما نشيلها الانتاج بيتحسن، يبقى ساعتها فرصه الحمل حمل طبيعي كمان ممكن فرصه الحمل مع كل جماع مش مع كل تلقيح مجهري. لو ثبتنا ان دي مش هي ليها التاثير، يبقى هناخد ادويه تزود انتاج الحيوان المنوي الناضج اللي ما فيهوش اي تشوهات عشان نعمل منه التلقيح المجهري. طيب مدام منيره. الو. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا يا مدام منيره. ممكن اكلم الدكتور بعد اذنك؟ اتفضل. ايوه يا دكتور، انا متجوزه بقالي 5 سنين. ايوه. وحضرتك كان عندي كشف على الموبايل وعملت له منظار وعملت كيف الموبايل. وبعد كده عملت متابعه التبويض وكانت كويسه يعني، الدوره منتظمه لحد دلوقتي. وعملت حقن التلقيح الصناعي وما جاتش نتيجه. الدكتور قال لي هعمل لك الحقن المجهري. طيب انت متجوزه بقالي 5 سنين. 5 سنين. دوره منتظمه؟ منتظمه جدا. دوره منتظمه، تبويض منتظم؟ والتبويض منتظم، وهرمون اللبن كويس. تحليل الزوج؟ لا كويس برضه. لما عملت المنظار كان فيه ايه؟ المنظار كان فيه تكيس على المبيضين وعمل لي ليها كي للمبيض. طب حاضر يا مدام، اسمها حضرتك ايه؟ اسمها مدام منيره. برضه بقيت السؤال. اتفضلي. الدكتور عمل على المبيض وقال لي ان هي محتاجه تنظيف، فانا مش عارفه يعني ايه تنظيف على المبيض. طب هرد على حضرتك. اتفضل يا دكتور. يعني ايه كي الاول يا دكتور؟ يعني هو لما بيكون في تكيسات على المبيضين وفي دلائل مؤكده بتقول ان في تكيسات على المبيضين بصوره سونار، بصوره تحاليل، واحيانا بيبقى المتلازمه موجوده، سمنه مفرطه، وجود شعر زايد موجود في الجسم، حبوب شباب موجوده في الظهر او في الوش، بيكون في تكيسات. التكيسات اللي موجوده دي بتعمل ايه؟ بتمنع التبويض، او لما بيحصل تبويض بتخليه ملوش جوده. يعني يعني ايه مش ملوش جوده؟ الناس عشان تبقى فاهمه، ممكن تطلع بويضه بسرعه ويحصل حمل فيها بس ما تستقمش وتقعد مده طويله لدرجه ان الكيس ممكن يبقى فاضي او يحصل حمل وينزل بسرعه. حتى بنشبه ما بين ايه؟ ان يعني زي ما بيكون في حد خابز عيش
والعيش ده اتخمر فبيبقى ليه طعم مختلف او نضج مختلف، وعيش اتخبز كده. فالبويضه لما تكون نضجت بيحصل فيها حمل كويس جدا، وتكمل بعد مشيئه ربنا بحمل يعني الاوت كام بتاعه او نتيجته كويسه. كي المبيضين ان هو ايه، لما يكون قشره المبيض سميكه بنيجي على التكيسات بتاعت المبيضين وبنفجرها ودرجه الحراره اللي بتخش في المبيض بتستفزه وبتنشطه على انه يطلع تبويض. كلمه ان المبيضين يتنضفوا ده رؤى العين بمنظار لقينا ان عليه التصاقات. يعني ما ينفعش ان انا ابص على كشف كلينيكي على السرير او حتى سونار واقول لها المبيضين عاوزين يتنضفوا. لازم تكون عامل لازم يكون عامل منظار، واثناء وانا شايف المنظار شايف ان في التصاقات او من البدايه في التصاقات شايفها باشعه بالصبغه. ايوه. فلاقي ان الغشاء في غشاء بيبقى مبطن على المبيض مانع التبويض ان يقدر يخش للانابيب. في الحاله زي كده اقول ايه، بنظف المبيضين لان بشيل عليها الالتصاقات. اتفضلي حضرتك. طيب دكتور، حضرتك ذكرت في وسط الكلام انه الدوره علشان تكون طبيعيه لازم يكون مصاحبها الم. طبعا. في بنات كتير يا دكتور مش لسه ما اتجوزوش، البرد لما بتجيلهم ما بتجيلهمش بالم يا دكتور، بتجيلهم فجاه كده، يعني ده معناه ايه؟ هو مؤشر ايه؟ هو الالم ده احساس بيختلف من حد للتاني، وقدره التحمل على الالم بتختلف من حد للتاني. يعني مثلا الاوروبيات درجه تحملهم للالم اعلى مننا. يعني عكس الناس متخيله، لدرجه حتى وجود الولاده عندهم يعني ممكن تكون مراحل الولاده دخلنا في المرحله الاولى ومقربين وهي الالم مش عندها زياده زي عندنا. الالم بنقول انه مؤشر جيد،